السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. عايزين نصلي على سيدنا محمد عشان الفيديو بتاعنا النهاردة طويل شوية. اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة بقى قلت اصور لكم وانا بعمل المحشي. طبعا انا عملته معاكم قبل كده على القناة. بس قلت ايه اصوره وبعدين اتكلم معاكم في موضوع انا عايزة اتكلم فيه. الاول دي طريقة تقطيع المحشي بتاعتي. في ناس كل واحدة ليها طريقتها. في ناس بتحط الكرنباية كلها في حلة بتكون غالية فيها مية وبتسويها مرة واحدة. انا بما ان ما عنديش حلة تساعي الكرنبة كلها، فبضطر ان انا اقطعها كده. ومرة قطعتها معاكم مربعات وهي كرنباية زي ما هي سليمة. وادي المرة التانية بوريكم ازاي ان انا بقطع بشيل ايه فرع منها يعني، او كرومبايه يعني فرع كرومبايه. فبحط ايه بالاتنين والتلاتة في المية بقى المغلية. شايفين الحلة بتاعتي دي اكبر مقاس عندي في الاستانلس، فبروح حتى بالاتنين او التلاتة وانزلها كده، ومفيش نص دقيقة بروح ايه شايلاها من مية وحطها ايه في مصفى زي ما انتوا شايفين كده، المصفى البلاستيك دي كبيرة وحلوة. وبفضل بقى على هذا الوضع لغاية ما بخلص الايه الكرنباية كلها. بتاخد مني وقت، بس هي بتبقى اسلم طريقة علشان اطلع الورقة بتاعة الكرنباية كويسة ومش مهرية قوي. هنا بقى الخلطة هحطها معاكم. سيبونا بقى من الموضوع دوت لان الفيديو ايه شارح نفسه وانتوا بتتفرجوا. دي الخضرة على فكرة الاخضر اللي كان مسود شوية دوت كان نعناع، بس هو مش مسود، الكاميرا مغمقاه. هو كان نعناع ناشف لان ما لقيتش نعناع ساعتها اكتر. ايه بقى الموضوع يا ام الامارات اللي هتتكلمي فيه النهارده؟ عايزه اقول لكم يعني انا طبعا زي ما ناس كتير عارفه ان انا كنت بشتغل محاميه وكده، وسبتها لظروف خاصه كانت عندي. آه، وحسي بتاع المحامين دوت بحب جدا اتفرج على المسلسلات اللي هما بتبقى تصويرية كده، عن مشاكل بتتبعت لناس فهم بيصوروها وبيبعتوا عايزين رأي الناس في الكومنتات وكده. فأنا شفت من ضمن المشاكل اللي شفتها مشكلة ما بين تضحك ما بين تزعل ما بين تحزن. ايه هي المشكلة يا ام الامارات؟ هقول لكم. نصلي على سيدنا محمد الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المشكلة بقى يا جماعة ان واحد راح اتقدم لبنت، واهلها شافوا ان هو كويس ومحترم ومفيش عليه غبار يعني وكده، فوافقوا بالخطوبة. وعملوا فرح كده على الضيق في البيت وتمام الدنيا تمام. فالاول كانوا متفقين مع العريس دوت ان هو ايه يجي يوم في الاسبوع زيارة للبنت ومنها تعارف ليهم وللاهل وكده. ففعلا العريس ده كان بيروح مرة في الأسبوع، يقعد معاهم مش عارفة ايه يعزموا على الغدا كده يعني. بعد كده الموضوع تطور بقى بيروح مرتين في الأسبوع. بعد كده تطور أكتر بقى بيروح بقية الأسبوع. مش فاهمة يعني ما يبات معاهم أحسن يعني، دي خطوبة يا جماعة. المهم البنت ديت كانت في الكلية لسه ما كانتش اتخرجت ولا حاجة. فمرة راح لها الجامعة و طلعت لقيته واقف لها برا، راحوا خارجين مع بعض وكده. فقال لها تعالي ايه اجيب لك هدوم العيد وبتاع. فقالت له بس انا ما قلتش لحد في البيت. فقال لها ما فيش مشكله نتصل بيهم ونقول له. فكلمت باباها فقال لها ازاي ومش ازاي. فالمهم البنت ايه اقنعته بابا يعني احنا مش هنتاخر وكده. فقال لها ماشي فما تتاخريش. طب حاضر. فخرجوا. الله ده انا عجباني الجيب ديت مش عارفه ايه. فقال لها طب تمام يلا بينا نخش نجيبها. فدخلت قاستها وتمام حلوه. فجاء وقت الحساب راح ايه عمل نفسه ان هو معاه مكالمه. فضلت مستنياه عشان يجي يدفع، ما دخلش. فراحت ايه قالت هي انها معاها مبلغ ممكن تدفع بيه ايه حق الجيبه.
فدفعتها عشان الإحراج وكده، فراحت طالعة، فقالت له إن أنا دفعت يعني عشان انت اتأخرت. فراح قال لها طيب تمام، وراح واخدها وفضلوا يتمشوا برضه. وطب البلوزة دي حلوة، طب ادخلي. نفس القصة حصلت تاني. ففضلت مستنياه، طلع عمل مكالمة برضه ما دخلش. فراح راحت دافعة. وبعدين قالت له انا دفعت. طيب ماشي. طب امال انت واخدني ليه؟ يعني انا افتكرت ان انت هتجيبها لي يعني، او هتدفع حقها يعني. انت افرض انا معيش فلوس كنت هتصرف ازاي؟ فالمهم قالت خلاص انا مش هتكلم في حاجة ومشيت. فقال لها انا هاجي بقى ايه اتغدى معاكم النهارده. فقالت له ازاي؟ طب انت ما قلتليش. انا ما قلتش لماما، ماما بتروق عشان خاطر العيد وكده والدنيا مقلوبه فمش هينفع يعني. قال لها لا مفيش مشكله، انا هي انا زي ابنكم زي ابنهم يعني وكده، ومفيش مشكله اجي. فقولي لماما بقى تحضر ايه، غدوه حلوه. فقالت له غدوه حلوه ايه؟ احنا خلاص الوقت اتاخر يعني، خلاص الساعه بقت 6 المغرب ومفيش وقت يعني لان ماما تعمل حاجة يعني. قال لها لا ما فيش مشكلة، احنا اي حاجة شوفيها كده عندها ايه. وراحت مكلمة مامتها وقالت لها ماما ان هو هيجي معايا وعامل حسابه على الغدا معانا. فالأم قالت لها طب يا بنتي ماشي مفيش مشكلة، يعني هنعمل حاجة كده على قدنا وخلاص. قالت لها ماشي يا ماما. فراحت الأم باللي موجود عملته، يعني أكل عادي. هي ما كانتش عاملة حسابها إنها حد هيجي يعني هو هيجي يتغدى معاهم ولا الكلام ده. فالمهم راحت بقى عاملة ايه مثلا، بدنجان على قرنبيط على مش عارفة ايه الحاجة اللي كانت موجودة عندها في الفريزر، طلعتها وعملتها. وهو كمان قال اللي موجود. فراح داخل، الأم حطت الأكل. فقال لها ايه ده؟ هو ده الأكل لخطيبته يعني. قالت له انت ما كنتش قايل ان انت هتيجي معايا، وماما كانت بتروق زي ما انت شايف البيت كله متشال، ومع ذلك سابت الحاجة ديت ووقفت على رجلها تعمل الأكل ده. مش عاجبك؟ قال لها لا مش عاجبني، المفروض أقل حاجة تعمل لنا فرخة، تعمل لنا بطاية. ايه ده؟ ايه ده؟ فقالت له ده على أساس ايه يعني؟ انت داخل يعني أصلا بإيدك مليانة يعني، على أساس ان يعني البنت ما بقتش عارفة تقول ايه ولا ايه. وأحرجها وأحرج أهلها. فالأم طبعا في المطبخ بتجيب باقي الأكل. فرحت البنت قالت لمامتها يا ماما ده مش عاجبه الأكل. قالت له ليه يا ابني؟ فمهم راح ايه مردش عليها وراح ماشي. فطبعا البنت بعتت المشكلة دي بتقول اعمل معاه ايه. فانا من موقعي هذا بقولك يا بنتي، يعني انا مش عارفة اقولك ايه. ده ما ينفعش تكملي معاه لانه يعني ما ينفعش. وخلاص الفيديو خلص، فمش قادرة اكمل بقية المشكلة. فانتوا قولوا لها رأيكم في التعليقات وقولوا لها تعمل ايه، او انتوا لو عندكم الموقف ده هتعملوا ايه. يلا سيبكم في حفظ الله.